صينية العزومات هعمل معاكي النهاردة صينية تكفي لحد 8 أفراد تشرفك بالشكل الجميل ده في أي عزومة موجودة عندك. هنشويها بطريقة حلوة كمان بسيطة، وهنعمل جنبها شوية رز بسمتي ملون من اللي بيتقدم في المطاعم مع المشويات ويمكن أحسن. بس قبل أي حاجة نصلي على الرسول في الكومنتات: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. زي ما قلت لك التتبيلة بتاعتي النهاردة بسيطة جدا وسهلة ومفيش فيها أي حاجة ممكن ما تكونش موجودة في أي بيت. كل اللي هتجيبيه طماطمايه، بصلايه، قرن فلفل اخضر او احمر او اصفر الموجود عندك. لو بتحبي الحاجه حاميه يبقى قرن فلفل حامي، حوالي 5 فصوص توم. ده كله هتنزلي فيه بالكبه بتاعتك. تمام. هتنزلي كمان بحوالي نص كوبايه زبادي، بتبقى جميله جدا في المشويات وبتطر انسجه الفراخ او انسجه المشويات عموما. كمان معلقتين 2 كبار صلصه هيدوكي برده لون جميل جدا للمشويات بتاعتك. ربع كوبايه زيت، عصير ليمون، وطبعا خل. البهارات بتاعتنا بقى معلقة صغيرة من كل حاجة: ملح وفلفل، بابريكا، بهارات فراخ وبهارات مشوي 7 بهارات، وحبهان مطحون. اضربي بقى الكلام ده كله كده في قلب بعضه بالشكل ده كده لحد ما تطلع معاكي بالمنظر ده. بجد كانت ريحتها خطيرة جدا. هتجيبي بقى الفراخ بتاعتك ايا كانت، فرخة او وراك او صدور، ايه اللي هتستخدميه. حاولي بقى، طبعا الفراخ مغسولة ومنقوعة كويس جدا، شرحيها بقى شرايح كده بسيطة، بس حاولي من تحت الجلد بلاش من فوق الجلد عشان تفضل محتفظة بشكلها بعد الشوي. تبلي بقى الفراخ بتاعتك دي كويس بالتتبيله دي كده. الاحسن والافضل طبعا تبيتها ليله في التتبيله دي، بس لو انت مستعجله يبقى على الاقل حوالي 3 ساعات. انا سبتها بصراحه ليله كامله في التلاجة. بعد كده تطلعيها بقى، هات صينيه. لو انت عاوزه تضيفي معاها خضار، اي خضار موجود عندك، بطاطس، بصل، جزر، طماطم، تبليه وترصي عليه الفراخ هيبقى جميل جدا. بس انا بصراحه مش محتاجه خضار، فانا هرص الفراخ بتاعتي في الصينيه زي ما انت شايفه كده، وهنزل عليها بباقي التتبيله. وزي ما قلت لك تشرحي الفراخ بس من تحت الجلد عشان الفراخ تفضل محتفظة عندك بشكلها بعد التسوية. هتدخليها فرن سخن درجة حرارة وسط على الرف اللي تحت، ولو أخدت منك لون اطفي الشواية وسيبيها تكمل تسوية عادي. تمام كده. على ما الفراخ بتاعتنا بقى تطلع من الفرن براحتها وتتشوي براحتها، هنقدم معاها شوية رز بسمتي كده ملونين. كل اللي هتجيبيه: هاتي حلة انزلي فيها بأي مادة دهنية موجودة عندك. كمان هتنزلي بعود قرفة، ورقة اللورة، 4 فصوص حبهان، 4 قرنفل، وكمان واحدة ليمون جاف. قلبي بقى البهارات بتاعتك دي، وواحدة مرق الدجاج ممكن تستغنى عنها لو ما بتحبهاش. قلبي بقى البهارات بتاعتك دي لحد ما تشم ريحتها طالعة كده. انزلي بالرز البسمتي بتاعك، قلبيه بقى كده وشوحيه في البهارات والملح والسمنة او الزيت اللي انت حطاه لحد ما تغلفي كل حباية الرز بالبهارات والمادة الدهنية بتاعتك. هتنزلي عليها بقى بمية مغلية. وعاوزة تاخدي رز بسمتي مفلفل وحلو، يبقى لكل كوباية رز بسمتي كوباية ونص مية مغلية، بلاش كوبايتين. وعن تجربة، وإن شاء الله هتدعي لي وهتطلعي رز مفلفل بطريقة جميلة جدا. مجرد ما الرز يتشرب معاكي السوائل دي، ألوان صحية، أي لون صحي أنت بتحبيه هاتيه، دوبيه في شوية مية صغيرين كده وانزلي عليه بخطوط عشوائي. أنا عملت زعفران عشان يدينا الأصفر وكمان الأحمر، وانزلي عشوائي كده وغطي بقى وما تقلبيش خالص دلوقتي. مجرد ما يستوي معاكي بقى قلبي براحتك. هتديكي بقى الالوان الاحمر والاصفر والابيض اللي انت حطيتيهم. بس اهم حاجه الالوان بتاعتك اعمليها عشوائي، ما تنزليش فيها بمكان واحد. هتاخدي رز جميل جدا ومفلفل بالطريقه دي. تعالوا بقى نعمل شويه مكسرات بسيطه كده هنقدمها معاهم، ولو الموجود عندك اعمليه. انا كان عندي لوز وكمان سوداني وشويه زبيب. قلبوهم بقى مع بعض كده لحد ما ياخدوا لون احمر حلو بالمنظر ده كده. وكده كمان المكسرات بتاعتنا بقت جاهزه، وكمان الفراخ طلعت من الفرن وبجد ريحتها خطيره وكانت جميله جدا. شايفين بقى الرز؟ ما شاء الله، الله اكبر، مفلفل وجميل جدا. شايفه؟ جميل جدا. بس ضيفي لكل كوبايه رز بسمتي كوبايه ونص ميه، هيطلع معاكي الرز مفلفل وجميل. وكمان ما تقلبوش كتير عشان ما يتكسرش معاكي. طبعا الفراخ شكلها بيتكلم عن نفسها، شكلها خطير جدا، وكمان ريحتها بجد تحفة بمعنى كلمة تحفة. تتبيلة بسيطة جدا، وعلى قد ما انها بسيطة على انها مطلعة شوية فراخ مشوي بجد خطيرة. شوفي بقى الصينية دي كده عشان تجيبها من بره ممكن تكلفك كام؟ متهيألي مبلغ محترم. احنا عملناها بفرخة وكمان نص كيلو رز بسمتي، وبجد هتطلع معاكي الفراخ حرفيا دايبة، والرز كان جميل جدا. وتشرفك كده في اي عزومة انت عاملاها، سواء كان في رمضان او غير رمضان. قدمي بقى الصوص ده على فكرة اللي طلع من الفراخ بعد ما الفراخ اتشوت كده كان نزل معاه شوية صوص. انا بحب اقدمه جنب المشويات عموما. يا رب الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم، وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات. وقبل اي حاجة نصلي على الرسول في الكومنتات: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كمان فضلا وليس أمر، اللي ما تابعنيش يتابعني عشان يوصلوا كل جديد مني.